يعني ليه في تفاوت كبير قوي بين ويدنج بلانر وواحده تانية؟ يعني انا سمعت ارقام، انا الحقيقه ما صدقتش. يعني في ويدنج بلانر مثلا ممكن تاخد ملايين، وفي ويدنج بلانر برضو بتنفذ وبرضو البرودكشن بتاعتها هايله وكل حاجه وبتاخد اقل كتير. ده الايه؟ ده البراند مثلا اللي هم بيتعاملوا على انهم براند. يعني يعني احنا الحمد لله بقى لنا داخلين على 10 سنين او اكتر شغالين. مش هقول احنا بنعتبر نفسنا براند، بس احنا يعني ستيل يعني ثابتين في السوق، والحمد لله بسمعه وكواليتي معروفه بتاعتنا في السوق. بس هم في ناس خلاص بتبقى متهيألها ان لو طلبت اقل من كده مش هتتعامل مع الكاتيجوري ده، فبيحطوا ارقام عشان هم عايزين يتعاملوا مع كاتيجوري معين وعارفين ان الكاتيجوري ده هيدفع. لكن في الاخر يعني مش عايزه اقول انهم بيبقوا مبالغين قوي، بس في ناس بتبقى عايزه كده، في ناس عايزه تقول وفي لك انا ناس جايبه بتدفع، فلانه. هم بيلاقوا ناس بتدفع. بالظبط، انا جبت فليه لا؟ فلانه دي بالنسبه لها اسم، خلاص تعمل الفرح يعني. ايوه. ف لكن مش فرق البرودكشن ولا فرق الورده ولا فرق، لا يعني هي بتبقى بس فرق جابت فلانه او فلان، فهو ده بالنسبه لها بتدفع رقم وهي راضيه.